احكي قصته. والراجل اللي ده بيطلع لايفات على انستجرام وتيك توك اكتر ما بيلعب. بيكبس على التيك توك دي وبيلعب قصته جولات بداية. وبيلعب جولات. وبينزل مع ناس زملكاويه كمان. بزيرة قصه صعبه أوي. بزيرة كان قبل ما يحصل الموضوع بتاع جون كان بيسأل اللعيبه ده بجد اللي هم قريبين معسكر منه. امتى بقى انا عايز اجي والقصه دي حصل بجد. حصل كان بيسأل امتى هننزل، انا امتى هاجي. فلما بدأ الموضوع يبقى، بس خلي بالك برضو احنا برضو هنرجع نقطة فلاش باك كده ورا شوية. هل بزيرة كان موعود فعلا ان هو هيمشي بنهاية الموسم؟ هو الراجل قال كده، الراجل قال كده، والبيان بتاع الزمالك قال له احنا ما قلناش كده. مين اللي وعده بقى؟ ما هو في غيره. جون ادوارد وعده. اكيد. هقول لك بقى شوية كواليس في القصة دي، هنيجي عشان بس قبل ما نيجي قصة بزيرة دلوقتي. هو كان اتكلم معاه في الموضوع دوت. بزيرة كان جاي له عروض عن طريق الوكيل بتاعه الأجنبي وهو موجود في الزمالك طول الموسم. وجاله بالتحديد عرض فرنسي، كان عرض فرنسي هو مش فلوس، مش أحسن حاجة، بس الواد عنده عروض. وكان عنده عرضين من الخليج جملة بزيرة وهو موجود مع الزمالك، وبدأ يتكلم فيهم مع الناس. جون ادوارد قال له انت كده كده مش قاعد، انا كده كده همشيك بنهاية الموسم، لان انت هيجي فيك ارقام محترمة، دي الكلمة اللي هو ماسك فيها، وانت هتاخد فلوس محترمة. بتزير عقده مع الزمالك اصلا يعني هو 450,000 دولار تقريبا، فجاي له من بره 2 مليون و 2 مليون ونص، فالارقام كبيره. والراجل اجنبي يعني مش فارق معاه بقى الفانيلا وبالعياط لا 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 فوق بقى من الكلام ده خالص، الجو الفاموس واحنا مش عارف ايه وكراحه تيشيرت، ده كان متقري ان هو انت بس تعمل ده هيجيب قوي تعمل الحركات دي. لا انت اعمل الحركات دي. وفعلا لان اللعيب في واحد مفهمه الكلام ده، في حد مفهمه وقايل له اعمل كده بالنص. لان ده يا عمر لو فعلا بيتكلم ان هو فاموس والتيشيرت والزمالك والعياط والمش عارف ايه، ما كانش عمل اللي هو عمله ده دلوقتي، ما كانش فتح جوله على تيك توك، ما كانش عمل اللي هو عمله ده، وما كانش نزل بيان قال لك انا للصبر حدود وانا جبت اخري. جبت اخرك في ايه؟ ده هتلاقي بسنه. انا بقول لك جبت اخرك في ايه؟ ايه اللي انت جبت اخرك فيه؟ انت لاعب على الزمالك تقريبا 10 شهور بس ولا 9 شهور، فانت فين اخرك؟ وبتتعامل هنا احسن معامله، والجمهور هنا شايفك بطل، يعني ده شايفك سوبرمان. ففين بقى ان انت جبت اخرك منين؟ ولا اللي كتب لك البيان هو كاتبه كده عشان حاجه معينه؟ ما هي دي برضه نقطه مهمه. فانا دلوقتي هو اصلا كان بيجي له عروض، فالعروض اللي كانت بتجي له دي هو دماغه خلاص بدات تونون خلاص. انا دماغي بتونون دلوقتي. انا في فلوس جايالي. فجون قال له انت ماشي، انت مش قاعد. جون ادوارد اللي وعد خوان بزيرة ان هو هيمشي. ده الكلام ده في وسط الموسم، في وسط الموسم. فلما جينا بقى جون خلاص مشي، قالنا بقى 4 مليون دولار بقى. جون مشي والقصه خلاص اتقفلت. اللاعب فجاه اتحول من لاعب بيسأل انا هنزل المعسكر امتى وهاجي امتى عشان برضو يجي يشوفوا قصه عروضه امتى، من لاعب انا مش جاي خالص، وبيعمل بلوك لمسؤول النادي. اي مسؤول في النادي بيكلمه كان بيعمل له بلوك. اللعيبه اي مسؤول في النادي بيكلمه، مسؤول في النادي كان مجلس اداره بقى تعاقدات كان بيعمل له بلوك عشان كده ما حدش عارف يوصل، ما حدش عارف يوصل له، ما حدش عارف يوصل لبزيرة بسبب ان هو بيعمل بلوك للمسؤول النادي. وبعدين اللعيبه اللي كانت قريبه منه كانوا بيتواصلوا معاه ما كانش بيرد عليهم. بدأ يرد بعد كده لما حصل جلسه ما بين الزمالك وما بين محامي وما بين الوكيل. طب انا هاجي، بس انا هاجي ومعايا عروض. اللاعب بتاعنا هيجي، ده المحامي والوكيل بقى، بس هو معاه عروض، والعروض دي هو مش قاعد، هو اتوعد ان هو هيمشي، فلازم هيمشي. فالزمالك بدأ يخش الموضوع معاه في عند. طب بزيرة مش للبيع، ونزل بيان بيقول كده، ونزل بيان بكده. يعني الزمالك كان نزل كان طلع خطاب لشباب اهل دبي ب 6 مليون دولار. وبالمناسبه الخطاب ده ليه طلع في الوقت ده؟ وليه طلع بعد بيان الزمالك اللي اتقال فيه ان بزيرة مش للبيع؟ هو طلع على الابلكيشن. انا بقول لك ليه. لا هو طلع بقى قبل الابلكيشن كمان، يعني هو اتسرب قبل الابلكيشن. ليه؟ عشان يخلي مين اللي مصلحه؟ خلي شكلك وحش. انت قلت انا مش هبيعه، وفي نفس الوقت بعد خطاب انا عايزه ب 6 مليون. بالظبط. يبقى هي ده برضو من ضمن الخناقه. الخناقه اللي دايره ان انا هطلع الخطاب عشان احرج اداره الزمالك. هو جيم شغال ما بين الاثنين، ده بيلعب بالعوامل اللي معاه، وده بيلعب بالعوامل اللي معاه. فان الزمالك يطلع خطاب يقول بزيرة مش للبيع وان احنا مفيش الكلام دوت، بعدها يطلع الخطاب على طول ب 6 مليون دولار. وخلي بالك البيان بتاع الزمالك هو ما انكرش ان هو كان فيه مفاوضات، لا هو فعلا كان فيه مفاوضات.